اختفاء ملفات 1000 مريض بمعهد الأورام يثير المخاوف من تحويلهم لفئران تجارب. اقتصاديون يقولون هروب البنوك الأجنبية يهدد الاقتصاد المصري بالانهيار. لأول مرة في تاريخها ألمانيا تقرر تعيين أئمة في الجيش. داخلية الانقلاب تقرر إنشاء سجن مركزي بقسمي شرطة النهضة وال15 من مايو. ناجي شحاتة يؤيد حكم الإعدام بحق أنس شاهين. السيطرة على حريق أتى على 9 منازل بسوهاج دون إصابات. الانقلاب يتجاهل نقل جثة مواطن مصري قتل بليبيا. منفذ تفجير مسجد القطيف مواطن سعودي ينتمي لداعش. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد يصل إلى 7 جنيهات و65 قرشا. الأرصاد تحذر موجة شديدة الحرارة طوال الأسبوع تتجاوز 44 درجة.